اكل البنزين في المكنه، اي كربراتير، اي موتوسيكل، توك توك، اي حاجه هنتكلم على كل حاجه تسبب اكل بنزين في المكنه. بص، اولا لو عندك التكات فيها تكام محمل هتاكل بنزين المكنه، لو فيها صباب مهرب وعايز تعمل صبابات هتاكل بنزين المكنه. تمام. لو الفونيا دي هي ما تبقى جايه في الكربراتير الاصلي 107، ممكن تجيبها 100، ممكن تجيبها 95، ممكن تجيبها 90، ممكن تجيبها 80، ممكن تجيبها 85. بس انت تحاول ما تجيبهاش صغيره قوي، يعني ممكن تجيبها، هاتها انت لو هاتها 100 هاتها 95. انا عاده لما اركب ال 95 ما تشتغل معاك تمام. بس في حاجه مهمه جدا برضو محدش ما يتكلم عليها خالص، ديت فونيه الهواء دي فونيه الهواء دي يا جماعه، دي اللي في الكربراتير، دي اللي فاهمه، دي فونيه الهواء دي لو مسدوده او يعني عايزه تتنفض وكده المكنه هتاكل معاك بنزين برضه. لو السلك الدوز ظبطت ممكن ما تعوز تغير فون ولا حاجه، ترجع كل حاجه على اصلها. بس انت نفضت دي وظبطتها، دي بتاعت الهواء دي اللي الناس بتقول مالهاش علاقه، لها علاقه. زي كانك قافل نص شفاطه تاكل معاك بنزين برضه المكنه، لو قفلت نص شفاطه تاكل معاك بنزين. لو القاعه بتاعت الهواء فيها حاجه عايزه تتنفض او في الفلتر الهواء عايز يتنفض ومهمل فيه برضه المكنه هتاكل معاك بنزين. وبرضه الواحد يخلي باله من خرطوم البنزين برضه، لو معرج ولا مرشح برضه، اصل البنزين كده كده اما يطير مش هيبان معاك، بس هتاكل معاك بنزين برضه المكنه. ماشي. وظبط التكات، لو التكاه محمل اللي هو بتاع البنزين اللي هو من قدام هتاكل معاك بنزين المكنه. ماشي. واساسا الفونيا دي يا جماعه مهمه جدا، محدش هيكلمك عليها خالص. دي لو مسدوده الكربراتير معاك هياكل بنزين، لازم تتنفض وتتظبط دياتي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك في القناه.